وصفتنا النهارده تجنن. هنعمل كيك سنيكرز بطريقه بسيطه جدا. هاتي عندك البوله بتاعتك وانزلي فيها باتنين بيضه، نص كوبايه سكر، ورشه من الفانيليا. هقلب كل المكونات دي حلو قوي مع بعض لغايه لما قوامها هيبقى لونه فاتح كده معايا. هنزل عليها بنص كوبايه من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. زيت مهم جدا، الزيت يبقى نوعه كويس وجيد علشان تاخدي معاكي كيك حلو وطعمه كويس. هنزل بقى بكوبايه ونص من الدقيق بكون نخلاه حلو قوي، وربع كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني. هاتي نوع كويس عشان تاخدي طعم الكيك يطلع معاكي حلو ولونه حلو. في المرحله دي اديته تقليبه الاول، بدات يعني تبقى معايا عجينه كده مكتله. هبدا انزل عليها بكوبايه الا ربع من الميه السخنه، كوبايه الا ربع ميه سخنه مش مغليه. بديها تقليبه بتفك معايا خالص الكيك. بنزل عليها بمعلقه كبيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من الخل، واديها تقليبه حلوه كده مع بعض. اقوم مجهزه الصينيه عندي مدهونه زيت ورشه دقيق. بنزل بيها في الصينيه، بدخلها فرن على درجه حراره 180. بتقعد معايا من 35 ل 40 دقيقه. تطلع عندي كيك يجنن. اعتمدي بس وصفه الكيك دي، طعمها وريحتها ما حصلتش. باجي بقى حابه تسقيها، هنسقيها بكوبايه من اللبن البارد عليه معلقه من صوص الكراميل. بقلبهم كده مع بعض وبسقي الكيك بتاعي واركنه على جنب. هروح بقى على صوص الكراميل. عندي كوبايه من السكر، اول ما تتكرمل كده على النار بنزل عليها بنص كوبايه من اللبن. تبدا تتكتل معاكي مفيش مشكله، بتفك على طول. هجيب بقى عندي كوبايه ونص من اللبن، عليهم معلقتين صغيرين مليانين نشا. بقلبهم كده حلو قوي، وبعد كده بضيفهم على صوص الكراميل بعد ما فك معايا تماما. بيبدا يعمل معايا قوام ويتقل. بنزل عليه بكوبايه من الفول السوداني المحمص واديله تقليبه. باخد الخليط بتاعي بالشكل ده كده وانزل على الكيكه بتاعتي. احلى كيكه سنيكرز ممكن تعمليها. عندك بقى صوص كراميل، عندك شوكولاته خام، تنزلي عليها تزوقيها بالشكل الحلو ده وتقدميها. من اروع واحلى واطعم الكيكات اللي ممكن تعمليها. سهله بسيطه سريعه، مقاديرها متوفره ان شاء الله في كل بيت. جربيها تعجبك جدا، تنفع بقى معانا في المناسبات وفي الاعياد الميلاد وفي كل حاجه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.